وبعدين الدول دي انا هيهمني اعمل مصالح مع اقوى دولة في العالم ولا مع اسوأ دولة في العالم واضعف دولة في العالم؟ انت نفسك، انت نفسك لو رئيس دولة كده هتعمل علاقات مع مين؟ مع بوركينا فاسو ولا مع امريكا؟ ما تحترم نفسك يا قال. انت جيت عندي على حجر عمه. انا ما عنديش لا بجامل السعودية ولا بجامل دول الخليج ولا بجامل مخلوق. انا بتكلم بما يرضي الله. لا انا الجمهم والجم 10 زيهم. هم دول بتوع الهياط، هم بتوع العياط. هم عايزين السعوديه تستثمر في بوركينا فاسو، ما تستثمرش في امريكا، اقوى دوله في العالم والعمله السائده في العالم واعلى عائد استثمار. لحظه، واعلى وامن استثمار في العالم، ده تستثمر في اقوى دوله. اتفضل يا استاذ ادريس، اتفضل. هذيك أموالهم يا أستاذ كرم، هذيك أموال السعوديين يصرفوها، يحرقوها، يقطعوها، يديروا اللي طبعا عاوزينه. بصرف النظر انا لازم، هي اموالهم، بس انا بلقي الضوء على اللي بيدعوا الكلام. انا بقول لهم، بوضح لهم، انت لو رئيس دولة هتحط فلوسك عند مين؟ عند القوي اللي هو اقوى اقتصاد واللي بلده مستقرة، ولا تحطها في بلد كده فيها عدم استقرار؟ هتعمل علاقات مع القوي ولا هتعمل علاقات مع الضعيف؟ ما انت لازم تعمل علاقات مع القوي. مش ده القوي، مش ده القوي اللي هيفيدك حتى على الاقل هتستفاد منه. هو انا اروح اعمل علاقات مع دوله ضعيفه ايه؟ لحظه بس، اعمل علاقات مع دوله دائمه لها حق الفيتو، دوله عملتها رقم 1 اقتصاديا وعسكريا في العالم، اسيبها واروح اعمل علاقات واستثمارات مع دول نص كم؟ لا يبغون